يا صباح الورد، تعالى اخوك نروح نفطر فطار حرش. شويه فلافل سخنين، شويه مسبحه، شويه قدسيه متغرقين بزيت الزيتون. البصل ده اساسي بحيث ان نفطر ونرجع ننام. وفطرنا من مطعم محطة الحميدي، والمطعم فاتح من زمان وانا بفطر فيه من اكتر من 10 سنين. والمطعم بيقدم فطار شامي، الفول والمسبحة والقدسية المتغرقين بزيت الزيتون، واكيد طبعا الفلافل بتاعته بالحمص. واحلى حاجة عنده ان الخبز بيخبزوه في المكان وبينزل لك سخن. طبعا هو بيقدم اكلات تانية كتير وكمان عنده فطاير، لكن انا بروح له مخصوص عشان الخبز السخن وطبق القدسية واقعد اغرقه بزيت الزيتون. واكيد الاكلة دي مش هتنفع تتاكل من غير بصل، بس اعمل حسابك في البان او نعناع عشان تعرف تتعامل مع البشر. ومن الحاجات اللي انا بحبها عنده كمان المسبحة. خليني اقول لكم مكونات المسبحه والقدسيه حتى لو معروفه يمكن حد ما يعرفهاش. فالقدسيه بتبقى حمص وفول، والمسبحه بتبقى حمص وطحينه مع بهارات وممكن زبادي، وطبعا متغرقه بزيت الزيتون. وحابب اقول لكم ان فعلا زيت الزيتون عندهم نظيف. وبالنسبه للفلافل فاكيد هتبقى معموله بالحمص. وانا هنا عندي سؤال للمتابعين: من اول بلد اخترعت الفلافل او الطعميه؟ ما تنسوش اللايك الجميل وتتابعوني، وانا عايز انام.